انا جبت قطة جديدة يا جماعة، بصوا شايفين دي؟ بفتح القفص عادي خالص كده في امان الله وانا واقف، وانا كنت رايح اصلا اشتري دراي فود لفاروق. تمام. راحت عملت لي ايه؟ قلب وسهمين. قلت هي دي والله اللي انا جايبك، اللي انا جايبك واخلي فاروق يطلعه على عينيكي. احنا كده كده لسه يعني هنسميها مع بعضينا، عايزكم تقترحوا لي اسماء في التعليقات واحنا هنختار مع بعضينا هنسميها ايه. بص، القط الجديد عامة هتجيبه هيبدأ يستكشف المكان. هي جاية بقالها حوالي 6 ساعات، استكشفت المكان كله وقاعدة هنا بقى عشان ايه؟ ترتاح. بص، انا هقول لكم على نفسية القط اللي انتوا هتجيبوه جديد. تمام؟ نفسية القط بيكون يا اما خايف، يا اما مرعوب، يا اما قاعد مستخبي، يا اما قاعد ساكت كده. طب هو ليه بيقعد ساكت كده؟ عايز يعرف يا ترى انت شخص امان ولا شخص خطر. عايز يعرف البيت اللي هو جه فيه بيته الجديد امان ولا خطر، في تهديد ولا مفيش تهديد. طبعا دي عمر 45 يوم. تمام. هي كانت نايمة ولسه صاحية مش مفوقة معايا. شعرها ناعم جدا 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 وطويل قوي. اللهم صل على النبي. طبعا لما تكون اول مرة تربي قط تجيبه عندك البيت، لازم يكون عندك دراي فود ليه. تمام؟ لو هو لسه صغير بيبقى لسه يعني في المكان اللي هو كان فيه كان بياكل دراي فود. ممكن توكله بطاطس مهروسة مسلوقة. ممكن توكله فراخ، حاجة بسيطة، ما تكترلوش طبعا في الفراخ لان هو لسه معدته مش متعودة لو هو لسه مفطوم جديد. واكيد واكيد طبعا هتجيب له الليتر بوكس بتاعه، وهتجيب له لو زبادي برضه هيكون كويس جدا ليه، وهتجيب له الرملة بتاعته. قط كيوت زي ده، شايفين الحلاوة والبراءة. ده ما ينفعش يتضرب، ده ما ينفعش يتضرب. القطة دي خربشتني، عملت ايه انا؟ جبتها، لكن اضربها لا طبعا، ما ينفعش تضرب القطة. انت لما بتضرب القطة بتخليها تفقد الثقة فيك نهائي، فهتعرفها ان انت شخص خطر مش امان ليها، وهتعرفها ان المكان اللي هي قاعدة فيه ده مكان خطر. فانت كده بتسوء العلاقة بتاعتها، ولا هترضى تاكل ولا هترضى تشرب، وهتقعد مرعوبة، وهتاخد فترة تانية على ما تبدأ تستوعب ان انت امان ومش خطر، لولا ان هي تبدأ معاكم من جديد. بصوا، ما ده حد يتضرب ده. على فكرة يا جماعة، القطة ليها ايجابيات كتير، ونس بتعمل لك جو فرح كده وجو مرح كده في البيت. بتسحب منك الطاقة السلبية اللي موجودة جواك، يعني حاجة انت بتحبها. روح روح، على فكرة هتتحاسب عليها يا جماعة يوم القيامة. دي بقى زي ما قلت لكم عروسة فاروق. فاروق لو شافها مش هيتجوزها، فاروق لو شافها هياكلها. فاروق اكبر منها اصلا، وفاروق شرس، وهوريكم فيديوهات لفاروق. هو مش شرس مؤذي، لا يعني هو ممكن يتغاب عليها شوية. في حاجة انت ممكن تكون شايفها ان هي عيوب، بس هي لا هي مش عيوب. المسؤولية ان انت تجيب لها لتر بوكس وتجيب لها رملة، ده شيء اساسي. لو مش عايز تعمل كده بلاش تجيب قطة. التطعيمات، لو مش عايز تديها تطعيمات كتير معكش فلوس، يعني يكفي مثلا تطعيم الديدان، يكفي مثلا تطعيم الحشرات. طبعا القط بيعبر عن حبه ليك ان هو يقعد هادي كده وساكت وسايبك تقرب منه براحتك انت خالص وتلمسه وتعمل فيه اللي انت عايزه. هو ما بيقولكش حاجة، هتلاقيه بيقعد كده بيخرخر، بيعمل كده صوت خرخرة. ده معناه ان هو في قمة السعادة ومبسوط جدا. لو جبت القطة وبعد ما تاكل وكلت في وجودك، وبعد ما كلت في وجودك قعدت تلحس في نفسها، فاعرف ان القطة كده مبسوطة جدا وحاسة انها خلاص كده في بيتها وبقت فرد خلاص من العيلة. لما تلاقي القطة بتيجي تتمسح فيك، ده ليه معنى كده ان القطة بتقول لأي قطة تاني تقرب منك، بتقول لهم ان الشخص ده بتاعي انا، محدش يلعب معاه غيري. لما القطة تعمل حمام بره الليتر بوكس ما تضربهاش. حاول تمسك ايديها كده وتحفر لها كده في الرملة بتاعتها، هتلاقيها بتعمل هتلاقيها بعد كده بتنزل وبتعمل حمام في الليتر بوكس عادي جدا، مفيش اي مشكلة. القط الشرازي شعره لازم يتسرح، شعره لازم يتسرح، يا اما شعره هيكلكع وهتضطر ان انت توديه لدكتور يشيل له شعره كله. والقطة جمالها، بالذات الشرازي، جمالها في شعرها. فانت اكيد مش حابب كده، فانت تجيب مشط كده مخصص للقطط، او مشط يكون عندك اهم حاجة يوصل لغاية جوه شعر القطة وتسرح بيه. فلما تحب تعاقب القطة بتاعتك اول ما تعمل حاجة غلط كده، تقول لها لا بصوت عالي وبس، بس مش صوت عالي قوي يعني يخرم لها ودنها. يعني كده كده اصلا القطة بتسمع اكتر مننا حوالي 15 ضعف. فانت تقول لها لا وبحزم، وتوقفها قدام الحاجة الغلط اللي هي عاملاها، سواء كانت وقعت حاجة
او كسرت حاجه او عملت حمام بره الليتر بوكس تشاور على الحاجه اللي هي عاملاها وتقول لا بحزم كده، هي كده هتبدا تعرف ان ده حاجه غلط، فمش هتعمل كده تاني. ودي حاجة كويسة يعني هتخليها ما تكرهكش وممكن تسيب البيت وتهرب. وعايز اقول لكم على حاجة يا جماعة، القط غير الكلب. الكلب بيعرف ان ليه سيد القطيع اللي هو انت، فانت بتأمره فبينفذ كلامك، ممكن تقول ست يقعد، يعني بيستجيب للأوامر. انما القط ليه شخصية مستقلة. كون ان انت تخلي القط يحبك ويتعلق بيك، فده معناه ان ويبدأ كمان يمشي وراه في الشقة، يعني ده معناه ان انت وصلت لمرحلة كويسة يعني مع القط. والقطط هي شخصيات، شخصية تلاقيها قاعدة لوحدها، شخصية هادية زي القطة الجميلة دي، لسه عايزين نعرف لها اسم يا جماعة، اختاروا لنا في التعليقات. شخصية هادية زي دي كده. في شخصية تكون عصبية، في شخصية تكون شرسة. ده برضو موجود لو قطة، لو كمان كانت بلدي. فهو القط بيحب الاستكشاف، فانت لازم تخلي بالك منه، ممكن يقع في ميه، ممكن ينط من على السور، ممكن يتعور، ممكن يأذي نفسه، لان هو بيحب الاستكشاف. فانت ما ينفعش تعاقبه على حاجه زي دي، بس تعرفه وتخلي بالك عليه كويس جدا عشان ما يأذيش نفسه بأي طريقه. القط الصغير يا جماعه اللي زي دوت، انا قلت لكم انها 45 يوم، هي قطه نتايه، بنت، مش ذكر. انا عندي فاروق الذكر. تمام. القطه اللي زي دي اكلها دراي فود يكون خاص بالكيتنز، وتكون موفر لها ميه في طبق نضيف، والميه تتغير اول باول. لو هتديها فراخ حاجات بسيطه، ما تحاولش تكتر لها لان لسه معدتها مش مجهزه ان هي تهضم كل حاجه. ممكن تديها حته بطاطس صغيره كده مسلوقه. بعد عن اي حاجه تانية دلوقتي، يعني انا هنزل لكم فيديو بعدين بيوضح كل حاجه في اكل القطه وكده. لكن دلوقتي اللي انا قلت عليه ده كفايه، بالذات لو في كمان زبادي. يا عسولة انتي. الله. الله ما شاء الله ما شاء الله. انتظروني في فيديو جديد بإذن الله، أعرفكم كل حاجة عن تربية القطط وعن أكل القطط وعن كل حاجة تخص حياة القطط. وفي فيديو قوي جدا هينزل، أول لقاء ما بين فاروق والقطة الصغنونة دي. فاروق هياكلك يا بت.